السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي سنة 5. الترم التاني معايا النهاردة اختبار تراكمي على الدرسين اللي أخدناهم، الدرس الأول والتاني بتوع الزيادة السكانية والكثافة والهرم السكاني. هنحل مع بعض الأسئلة وإن شاء الله تجاوبوا كويس معايا. أول سؤال هنا بيقولي لاحظ الشكل ثم أجب. لاحظ الشكل ثم أجب يعني هبص على الشكل اللي قدامي دوت وهتسأل عليه وهجاوب عنه. أول سؤال بيقولي يشير الشكل المقابل لهرم سكاني يتسم بالقاعدة ايه؟ الشكل اللي قدامي ده بيشير لهرم سكاني، طب بيتسم بالقاعدة الايه؟ زي ما احنا شايفين هنا القاعدة بتاعته عريضة، يعني بيتسم بالقاعدة العريضة. طيب تاني سؤال، تظهر إحصائيات الإناث في الشكل المقابل باللون. الشكل المقابل دوت إحصائيات الإناث بتشير إلى أنه لون فيهم؟ طبعا اللون الوردي أو الأحمر. ثالث سؤال، الأرقام أسفل الهرم السكاني بتعبر عن إيه؟ الأرقام هنا أسفل الهرم السكاني بتعبر عن النسبة كام في المية، نسبة الفئات العمرية. طيب أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. الهرم السكاني ذو قاعدة ضيقة يعبر عن أعداد مواليد إيه؟ الهرم السكاني لما يبقى القاعدة بتاعته صغيرة كده بيعبر عن أعداد مواليد إيه؟ قليلة ولا كثيرة؟ طبعا هنا الهرم ده القاعدة بتاعته عريضة، يبقى طبعا نسبة المواليد فيه كبيرة. طيب لما يبقى الهرم عندي ذو قاعدة ضيقة يبقى بيعبر عن أعداد مواليد إيه؟ قليلة. يعبر الهرم السكاني عن السكان من حيث العمر وايه؟ الهرم السكاني قلنا قبل كده ان هو بيعبر عن العمر والنوع، يعني ذكر او انثى، والاعمار بتاعتهم. زميلك البالغ من العمر 10 سنوات يصنف ضمن الفئة العمرية ايه؟ احنا قلنا طبعا الفئة العمرية اقل حاجة هنا اللي هي صغار السن، بتعبر اللي هو من عمر الولادة لحد 10 سنين لحد 14 سنة، دي عمر الولادة، من الولادة ل14 سنة دي صغار السن. بعد كده بتبقى ايه الفئات اللي عاملة او الفئات اللي بتعول. يبقى زميلك البالغ 10 سنين هيتصنف ضمن الفئة العمرية صغار السن. اكتب كلمة صواب او امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الخطأ. اول حاجة محافظة القاهرة من المحافظات المزدحمة بالسكان، هقول طبعا العبارة دي صح لان محافظة القاهرة مزدحمة جدا بالسكان، قلنا القاهرة والجيزة دول المحافظتين الاكثر ازدحاما بالسكان. تزيد نسبة الاناث عن نسبة الذكور في مصر، هقول تزيد نسبة الاناث عن نسبة الذكور في مصر. طيب دراسة الهرم السكاني تساعد على تحديد فرص العمل في الحاضر والمستقبل. ايوه طبعا بيهمني ان انا ادرس الهرم السكاني علشان اقدر احدد احتياجات الدولة من فرص عمل، واحتياجاتها من خدمات، واحتياجاتها من تعليم، ومن كافة الخدمات المتاحة. يتوزع السكان بشكل متساوي على أرض مصر، لا طبعا الإجابة دي غلط لأن السكان مش متوزعين بشكل بنسبة متساوية على محافظات مصر. 4 معايا، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يطلق على تصنيف السكان إلى ذكور وإناث اسم التركيب إيه؟ ذكور وإناث يعني نوع، يبقى التركيب النوعي. طيب تصنيف السكان إلى كبار وأطفال وشباب يسمى التركيب إيه؟ احنا كده صنفنا أطفال وكبار شباب، يعني تصنيف عمري، يعني أعمارهم إيه. يندر السكان في محافظة إيه؟ بيندر السكان في محافظة إيه؟ الجيزة؟ لا طبعا. يندر السكان في محافظة إيه؟ طبعا قلنا الجيزة من المحافظات الكبيرة اللي عليها كثافة سكانية كبيرة. طبعا الإسكندرية تليها. كفر الشيخ برضو من المحافظات اللي فيها سكان كتير. عندي جنوب سيناء وشمال سيناء دول من المحافظات الصحراوية، وطبعا محافظات الحدود والأعداد السكان فيها بيبقى قليل، يبقى السكان بيندروا في محافظة إيه؟ جنوب سيناء. رقم 5، أجب عما يلي. ايه المقصود بالكثافة السكانية؟ ايه هو المقصود بالكثافة السكانية؟ يعني بيطلب مني ان انا اعرف له الكثافة السكانية. طبعا قلنا الكثافة السكانية هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الارض التي يعيشون عليها. الكثافة السكانية هي النسبة بين السكان، عدد السكان ومساحة الارض اللي بيعيشوا عليها.
اكتب نتيجة واحدة ترتب عليها زيادة الكثافة السكانية في المناطق المستقبلة للهجرة الداخلية. يعني هو كده بيتكلم هجرة داخلية، يعني من المحافظات وبعضها. طيب اما يبقى في عندي زيادة سكانية، هيبقى النتائج بتاعتها ايه؟ هقول طبعا زيادة الضغط على الخدمات، ظهور المناطق العشوائية. دول النتائج اللي منهم بتاعت الهجرة الداخلية. وكده نبقى خلصنا أول أسئلة على الدرسين، وياريت تكونوا حليتوا معايا، وأتمنى ما يبقاش فيه أي حاجة مش مفهومة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير.